لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 979 لوانا كاين تفسير قرآني بيروز بيم وخزمتان بمبست رزامندي رب العالمين وهيوادان مئوي آز السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. والإخوة هل لدرجة آياتاني كوا رب العالمين باس لمشركة كان دكا دفرمي بس الشيويق أوانا عهد فيمانيان هيا لكاتك دا أجر توانا ودا صلاتيان بسرتان دا بشتشي لا أرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. أوا براسي رتساوي هيس ناكن أجد صلاتيان بسرتان دا بشتشي نعهد فيمان ونخزماتي ونرتساوي الله تعالى دكن يرضونكم بأفواههم. لو كاتاني كوا دا صلاتي شيانية تنها بزمان داني أنقول أخوتان رازب لأخوان رازب كان وتأبى قلوب ضليان هر قبولي أوينيك وأقصد خوشتان لقلبك وأكثرهم فاسقون. زور بأش زور شعر فاسقا لسنور درتون. كيف وكل تفسير سعد ضل يكون للمشرك كيف يكون للمشركين عند الله عهد وميثاق. فتشي ويق مشرك كان أهديان هي وأمانيان هي لاي الله تعالى وإن يظهروا عليكم كواتد فرمي ولرأى والحال إنهم لحالتك دأوان إن يظهروا عليكم أي يظفروا بكم بعدما سبق لهم من تأكيد الأيمان والمواثيق كواتلكاتك دكا وكل قاسمي دلي أجر بيشتري عهدو بيماني شيان دا سويندي شيان خوالي بلام أجر دا صلاتيان بثر دا بشتشي وكل سعديش دلي وإن يظهروا عليكم بالقدرة والسلطة لا يرحموكم. أجر دا صلاتيان بثرتان بشتشي رحمتان بيناكن أوانا لكاتك دا بيشتري عهدو بيماني شان هبو بي. لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. لا يرقبوا وكل تفسير محرر دلي أي لا يحفظوا ولا يراعوا نا عهدو بيمان دا باريزن نتساو ديري دكن ورتساوي دكن. لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. وكل تفسير محرر دلي الحلف والقرابة والعهد والعقد كواتا بمعنى هاو بيمانيتي بمعنى خزماتي بمعنى عهد عقد. وآتي أيضا بمعنى الله بمعنى الله جدي سبحانه وتعالى إسرائيل وآتا عبد الله. إتر لا يرقب فيكم إلا بمعنى دوستاتي وخزماتي وعهد بيمان بارزن. لتفسير قاسمي دل أي قرابة ويمينا هيد خزماتنا بارزن سويند خواردنيش اگر سويندشان بخواش خوارد بناي بارزن. ولا ذمة ذمش وكل تفسير محرر دلي الذمة العهد والميثاق. الذمة بمعنى عهد بيمان دي وما يجب أن يحفظ ويحمى أو اشتكوا بيست بارز قال سر بكري بيقول الذمة وأصل الذمة خلاف الحمد وسمي العهد ذماما كواتا دل فلانة كس مذمومة عكسي محمودية. محمود واتا استعيش كراوة مذموم واتا قليل كراوة. لو يدل عهديش بيقول الذمام لأن الإنسان يذم على إضاعته منه. لو بيقول ذمام يأخذ ذمة عهد بيمان لبروي أو كسي كوا عهد بيمان باريزي مذمومة كواتا وكو لتفسير قاسمي دلي ولا ذمة أي عهدا ولا ذمة أي عهدا كواتا بمعنى خزماتيو بمعنى سوين خواردن بالله دي
وذمش بمعنى عهد بيمان دي. وهذه الجملة وكل قاسم دلي مردودة على الآية الأولى أو آية كيف يكون للمشركين عهد عند الله ورسوله كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. ترى أو آتش هذا قرأت سر آية كم أي كيف يكون لهم عهد وحالهم ما ذكر. أنا كو عهد بيمان يعني لكاتك ده حاليا أو هايا. وفيه تحريض للمؤمنين على التبرؤ منهم أو الطبيعة يعني أجد الصلاة هبي نخز ماتي دا بارزن نسوين دا بارزن عهد بيمان دا بارزن كوات هاندان لبو إيمان داران كوات تبرى لعهد بيمان ممكن لأن من كان أسير الفرصة مترقبا لها لا يرجى منه دوام العهد أو مشركان كوا أسير فرصة وتبدواي فرصة دا دقرين لهر فرصة قلوان هالكوي مراقبه فرصت دکن لهر کاتێک لەوان هەر فرصەتێکیان لێ بێتە پێش ناپارێزن دەستیان بەرامبەر بەنگۆ کەواتە ڕەجای ئەوان لێ ناکرێت کەوان عهد و پەیمان پارێزن. وەکو لە تەفسیر سعدیش دەڵێ لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة أي لا ذمة ولا قرابة نە عهد و پەیمان دەپارێزن نە عهد و پەیمان دەپارێزن نە خزمەتی ڕەچاو دەکەن ولا يخافون الله فيكم لەخواش ناترسێن کاتێکەوە چ بەسەرەنگۆ بینن بل يسومونكم سوء العذاب بەڵکو لە دەسەڵاتیان دابێ خراپترین عذابتان پێدەچێژن. فهذه حالكم معهم لو ظهروا حالینگۆ ئەو ها لەگەڵەوان ئەگەر ئەوان دەسەڵاتیان هەیە بەسەرتاندا. وەکو لە تەفسیر محەڕر دەڵێ ئەی كيف يكون للمشركين عهد أمان ڕاستی مشریک بە چ شێوەیەک عهد و ئەمانی هەبیتن والحال لە حاڵەتێکدا ئەوان إن يغلبوكم أيها المؤمنون أي إيمان دارن أجر دەسەڵاتیان بەسەرتادا بشێ لا يرحموكم رحمتان بيناكن ولا يراع فيكم الله ولا قرابة ولا عهد رتساوي هيت ناكن برامبر بنغو نرتساوي الله تعالى دكن واتنا لخوادة سين كوا أزيتان بدن ونخ رتساوي خزماتي دكن نرتساوي عهد بيمانج دكن. زاو كل تفسير أبي حيان ضلي لما ذكر سبحانه حالهم مع المؤمنين إن ظهروا عليهم كاتك لو آتدا باسي وكل سرت آتك حالي مشرك كان لقل إيمان دان كاتك دا صلاتيان هبي هيزنا باريزا ذكر حالهم معهم إذا كانوا غير ضايع أدي باش أدي أقر دا صلاتيان نبي تسدكن خل ددان بزمان رازي تامكن يرضونكم بأفواههم هل دن بزمان رازي تامكن بلام وتأبى قلوبهم بلام ضليان هر قبولناك وكو لقاسم أي ما تتفوه به أفواههم كواتا هرچەندە بە زمان دەیانەوێ ڕازی تان بکەن بەڵام لە دڵەوە ئەویان قبول نییە کە بەسە زمانیان دادێ ولا يغرنكم منهم ما يعاملونكم به وقت الخوف منكم كواتا هەڵمەخەڵەتێن لەو کاتانێکەوە لێتان دەترسێن بە زمانێکی خۆش لەگەڵتان قسە دەکەن فإنهم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وەرێ ئەوانە بەڕاستی ئەگەر بە زمانیش قسەی خۆشتان لەگەڵ بکەن بەڵام بەدڵ قبولیان نییە. الميل والمحبة لكم كواتا بدل بهيج شيويك أنا وكل تفسير سعدي دلي بهيج شيويك أنا لدل وآمادنين ميل محبتي أنا لبونجوها بي بل هم الأعداء حقا براستي أنا دجمنين قونا المبغضون لكم صدقا براستي أنا رقيا لنقويا. وكل تفسير محرج دلي أن يقول لكم المشركون بألسنتهم كلاما طيبا يرضيكم أيها المؤمنون كواتا مشركان لكاتك وعد صلاة يا النبي بزمان قسي خوشتان لقل دكن كوا رازيتان بكن لكن قلوبهم تمتنع أن توافق ما ينطقون به برام ضليان بهيج شويق لقل زمانيان نية أو كوا بظاهري ديلين تاوك رازيتان بكن فهي منطوي على بغضكم وعداوتكم أو ضليان تيتدا بغض دجاتين قويتدا والامتناع عن محبتكم والدخول في دينكم أو ضلا أويتدا كوا بهيش شوي خوشويستين قوي قبول نيو بهيش شوي آمادني بيتناو دين قو وأكثرهم فاسقون أي متمردون لا عقيدة تزعهم ولا مروءة ترضعهم وكل قاسم ضلا زور بي زوريا متمردا أنا لسنور درتون نا عقيدك هي بابنديان بكاتن نا بياوتيشيان تيداك وبيان جيريتوا وكل سعدي دلي لا ديانة لهم ولا مروءة نا دينيان هي نا بياوتيش وكل محرر دلي
أي وأكثر أولئك القوم خارجون عن طاعة الله. زۆربەی ئەوانە لە دەرەوەی سنووری تاعاتی خوای گەورەن، ناقضون للعهود، عهد و پەیمان دەشێنن، لا دیانەتە لەهم ولا مروءة، نە دیانەتیان هەیە، دینداریان هەیە، نە پیاوەتیان هەیە. جا هەر لەم حەڕە دەڵێ لەوانەیە بگوترێ ئین الموصوفین بهذه الصفة كفار. طبعا هو خوای گەورە لێرە باز لە مشریک کافرەکان دەکا، والكفر أقبح وأخبث من الفسق. إخو كفر قبيحتر وبيستر لا فسق، أدلو خواهي يقول وصفي عندك فسق، فكيف يحسن وصف بالفسق في معرض المبالغة في الذم؟ كواتا أنا بخوان كافر لو خواهي يقول وصفي عندك بفسق لكاتك دا كفر بيستر لا فسق. وأيضا الكفار كلهم فاسقون، إخو دي كافر كان هم فاسقا، فلا يبقى لقوله وأكثرهم فائدة. باش أخو كافر كان هم فاسقا، لو خواهي يقول زور بيان فاسقا نافرمي هميان. لجواب دادل أن الكافر قد يكون عدلا في دينه. هندق لكافر كان إيوان تيداك لدينكي خوي نقل طبعا ككافرة لدينكي خوي عدالة هي له حفظ لمراعاة الحال الحسنة من التعفف عما يثلم العرضة. كوات لدينكي خوي عدالة هي رتساوي هندق لخوروشتكان دكا رتساوي هندق لخوروشتكان كلبوي كوا عرضي بابلين برندار نبي تا وكو بخرافة باسي نكري لو هندق لخوروشتا خرافة كان خوي ليدا باريزي فلا ينقض العهد. يواهي كافريشة برام عهد بيمان ناشن بلوي بي عيب عهد بيمان بالشينيتن بي عيب خوي بي لكدار ناكا. وقد يكون فاسقا خبيث النفس في دينه لا مروءة تردعه ولا طباع مرضية تزعه. كواتلناو كافرقة هندكي يعني هندكي كفعلا هل لبو شخصيتي خوي عدالتي هيو عادو بيمان ناش تشيني لبوي خوي بيلك داربكا بلام زور بي زوري شان نديني هي اگر ديني شي بابن تبنى دينك نديني هي بيجارتو الاخراف كاري نبياوتي شي تدا بيجارتو الاخراف كاري. فالمراد بالفسق هنا نقض العهد. كواتا لردا واكثر فاسقون لردا بتايبتي باز لا عهد بيماش كان دندكا كواتا لو اذا فرمي اكثر فاسقون همي كافرن بلام لناو كافره هنديشي هي كوا هر بياوتي كيو بعض صفتي خوي وايلي كرديه كوا خوي ببارزي لا عهد بيماش كان دن لبروي دزاني بيلك داده بلام زور بي زوريشان اوشيان تيداني او بياوتيشيان تيداني بلكو عهد بيمان دشكينا. وكان في المشركين من وفى بعهده. فعلا لا مشركان إيواهبوا عهد بيمان قاين تسر لو يدفن وأكثرهم أي أن هؤلاء الكفار الذين من عادتهم نقض العهد أكثرهم فاسقون في دين وعند أقوامهم. كواتا اللي ربو ما نايدي كواتا أو كافران الزور بيان فاسقا بمعنى ويكوا عهد بيمان نا باريزا. وقيل التعبير بقول وأكثرهم لأن منهم من قضى الله له بالإيمان. هندش دلين لو يخواي يقول فرموتي زور بيان فاسقا لبر أوي هندك لو أنا خواي يقول سبحانه وتعالى ككافر بوينا خواي يقول هداية كش بخوي لدواتر ميل إيماني كذا خواي يقولش هداية دا بفضل الرحمة خوي لو يا خواي يقولنا فرمي هميان. وقيل المراد بالأكثري الكل. هندش لزان دفرمون كخواي وأكثرهم فاسقون يعني هميان فمعنى أكثر فاسق وكلهم فاسقون. يتلي ردا فسقك بمعنى عهد بيماش كان دنا والله أعلم. لو هندق لكافر كان رأي بابني أو كوالنا أو رأى أنا باسكرة زاتر أو رأيه والله أعلم لقى الروحيات كان دقونزي واتا زور بي كافر كان عهد بيمانش دشين برام هندش شان تيدا كو عهد بيمان ناشين وكوتمان هل بر شخصيتي خوي بي عيبة لكدار بي بعهد بيماش كان دن والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.